النهارده بقى هتكلم معاكم عن الملاية الاستك وكرانيش. ده اوردرنا عبارة عن طقمين اطفال وطقمين سرير كبير. ده واحد من طقم الاطفال. التاني طقم اطفال اللي هو الفيونكة المنت، يعني العميل طالب فيونكة اللبني بيبي بلو والمنت اطفال، والزهرة التوليب الجميلة دي كبير، وبرضك دي اللي هي مع البطيخ الهشير كبير. هو بصراحة طقم الكرانيش واستك هو حلو تمام، مفيش مشكلة، بس ادام احنا عاملين كرانيش ملوش لازمة خالص الاستك، عشان بس الناس اللي بتطلب مني انا ما بعملش. كان فترة كنت من فترة كتير قوي كنت بشتغل على طول كرانيش وثلاث جوانب واستك وكل حاجة، لكن انا دلوقتي حاليا برفض الاستك وكرانيش، وشايفه ان هو ملوش لازمه. يعني احنا يا نعمل ملايه فيلات واستك دي تمام، لانك انت بتبقى عايزه الملايه تمسك في المرتبه، لكن هتعملي كرانيش بالنسبه انك هتعملي حاجات قطن، القماش القطن ما بيزحلقش نهائي نهائي. انت هتعملي طقم عمريه كرانيش جنبين او ثلاث جوانب افضل بكتير انك تعملي كرانيش واستك، لان انا شايفه ده من وجهه نظري، بحيث انت تعرفي تطبقي الملايه مش هتكرمش في الغسيل، هتبقي برضك هتبقى حلوه خالص بصراحه من غير استك. يعني انا شايفه ان هي ملهاش لازمه، وتكلفه ان هو الطقم كمان تكلفته بتزيد جدا عن ما يكون ملايه كرانيش، بس بتزيد سواء في الاطفال او في الكبير. ده معانا، بس هوريكم بصوا عشان انا بعد ما خلصتهم ما بعرفش اطبق الطقم اللي قبل التسليم. يعني انا بصوا انا عندي هوريكم دلوقتي بصوا الاطقم فردها ازاي، انا كويتها وفردها ازاي عشان خاطر قبل التسليم بس بطبقها، لأن انا ما بعرفش اطبقها. يعني انا اهو ما بعرفش اطبقها. هوريكم بصوا ده انا عملته ده اللي هو التوليب الموف. عملت الكرانيش اللي هي اعرض شويه الموف الهشير. بصراحه هو الطقم تحفه خالص، انا هنزل لكم صوره وهو مفروش. بصوا طب اهي دي بتاعت الكورنيش، هوريكم بس هو ان هو شغله كتير جدا جدا وتكلفه، وشايفه ان هو لو الطقم ملايه كرانيش فقط حلو جدا، هيبقى جميل. بصوا حتى الكنار بتاع الارتفاع اتكرمش وانا بكوي، يعني عشان ما بعرفش اكوي كمان، يعني عشان تكوي الطقم مش هتعرفي تكويه، ده الواحد لا بيعرف يكويه ولا يعرف حتى يطبقه. ادي ده الارتفاع بتاع المرتبه، وده الاستك. احنا بنحط استك اللي هو العريض نسيج، واعمله كمان داير ما يدور، يعني الاستك معمول في الملايه داير ما يدور. شو بقى لما يكون بقى ملايه بتبقى تقيله، يعني طقم السرير الكبير بتبقى الملايه فعلا تقيله، وفي الاطفال كذلك. ده كده طقم كده اللي هو التوليب الموف. اللي بعد منه ده مدخله معاه الهشير، ده برضك كبير، مدخله معاه الهشير البطيخي. بصوا الطقم، وحاطه معاه جوبيره، طبعا واحد عملته بقطان وواحد عملته بجوبيره. بصوا طبعا اهو بوريكم بس ان المعاناه اللي الواحد بيعانيها مع طعم الكرنيش والاستك، عشان كده انا فعلا برفض الشغل فيه. بصوا ده الارتفاع، طبعا الارتفاع بصوا القماش ده اتكرمش مطرح انا بكوي الكورنيش نفسه، لان القماش بيبقى على بعضه ما تعرفيش تكويه. تصوري بقى انت ما تعرفيش تكويه، الواحد ما بيعرفش يكويه فعلا. ده اهو، والارتفاع بتاعه والاستك طبعا شايفين دايما ما يدور ما شاء الله. وبعدين اللي يجي يرفع المرتبه ما بيكونش في اي خياطه، اللي بيجي قصدي يرفع الكورنيش ما بيكونش باين اي خياطه. ده كده السرير الكبير. هنيجي بقى للاطفال. الاطفال ده انا عامله واحد قطان بردك وواحد بجبير. المند ده عاملاه بقطان اهو، وادي الارتفاع بتاع الكورنيش والاستك طبعا. ده كده طقم الاطفال، اول واحد في طقم الاطفال بيبقى ملايتين، طقم الاطفال بيكون ملايتين واتنين خداديه واتنين مخده. الكبير بيكون مخده طويله و... واتنين خداديه والملايه. فانا بصراحه برشح لكم الملايه تكون لو فلات اعمليها استك تمام مفيش مشكله، لكن لو هتعملي فيها كرانيش وشغل يبقى هي كفايه عليها خالص انك تعمليها كرانيش فقط، تعمليها بقى جنبين، تعمليها ثلاث جوانب، وصدقيني ما بتتحركش نهائي، ادام الملايه قطن ما بتتحركش نهائي من على السرير، ما بتتحركش فعلا. انت هتكوني عاملاها كرانيش ومش هتتحرك، وبعدين المسافه بتكون وافيه غير الجاهز،
تبقى معاكي المخدات طويله ومعاكي الخدادات برضك مستريحه، والملايه بتكون مستريحه، المقاسات بتكون ما شاء الله. ده طبعا الطقم الفيونكة الرابع، انا فرشه على السرير اهو. ده الرابع. عملناه كورنيش مشجر كله، وفي الديل بس الكورنيش من تحت ابيض، ومعاه الجبيره الفيونكه دي ماشيه بقى مع الطقم كده. ده كله الاوردر زي ما قلت لكم. وكده وريتكم طقم الكورنيش واستك. طبعا الشغل معانا بيكون بالحجز، يعني مثلا الحجز وابتدي معدي يعني ايه براحتنا يعني. طبعا احنا الحمد لله عندنا المحل فيه جميع انواع الاقمشه، سواء تركي اللي هو السري دي، او القطن ساده ومشجع. عنواننا الزقازيق بجوار مدرسه النصر، طريق كليه تربيه نوعيه اللي في الزقازيق. عنواننا في الزقازيق الشرقيه. تواصل طبعا عن طريق الواتس ان شاء الله. وكده وريتكم طقم الاربع اطقم اللي معايا كرانيش واستك، ويا رب يكون عجبكم. ولو في اي تعليق تعلقولي في التعليقات. اسيبكم على خير.